يا مساء الفل عليكم. تعالوا نعمل النهاردة كيكة البلح بكل سهولة. طبعا حبيت اوريكم البلح وجماله ومفيش اكتر منه في الاسواق. انا جبت البلح هغسله كويس جدا وبعدها هقشره، وبعدين هبتدي ان انا اقسم كل بلحية نصين. تمام. هنا بقى جبت الصينية مقاس 24، ضفت فيها تلت كوب من السكر، هرفعهم على النار لحد ما السكر يتكرمل. معايا هنا بقى للكيك كوباية ونص من الدقيق، بيضتين، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، نص معلقه صغيره من الفانيليا، وربع معلقه من الملح، ليه او رشه من الملح. تمام. معايا نص كوب من السكر، ونص كوب زيت، ونص كوب لبن مغلي. تمام كده. تعالوا بقى نشوف كل المكونات. هنعمل ايه؟ اول حاجه هضرب هحط البيض والزيت، وهحط كمان السكر. تمام كده. وهنحط الفانيليا، وطبعا هنحط البيكنج باودر ورشه الملح على الدقيق، كوبايه ونص من الدقيق. كل مقدار الكيك ده بالكوبايه المعياريه او كوبايه الشاي التقليديه اللي موجوده في اي بيت. تمام كده. بعد طبعا هضرب كويس جدا الخليط ده لمده 5 دقايق متواصل. تمام. لحد ما اللون بتاعه يفتح بالشكل ده. هبتدي بقى اقلب كل المكونات الجافه، وطبعا احنا الدقيق نخلينه قبل ما نستخدمه. هبتدي بقى اقلب بقى الخليط كويس جدا، خليط الكيك. شايفين؟ يعني هنفضل نقلب كده بالراحه لحد ما هيتكون معانا قوام كيكه سميك زي ما هتشوفوا دلوقتي. لحد كده ممتاز. وطبعا انا في خلال الفتره دي انا مشغله الفرن على درجه حراره 180. هنا بقى ابتدي انزل بنص كوبايه اللبن المغلي. وهنا يا جماعه يعني حرفيا هتعملوا احلى كيكه فانيليا، خطيره طريه وهشه، طعمها حلو قوي. بعد بقى ما ضفت اللبن المغلي بقلب بقى بالراحه. تمام. لحد ما احصل بقى على قوام يعني كيك ممتاز زي ما هتشوفوا دلوقتي. كده معايا قوام الكيكه جاهز. تاني بقى خطوة اعملها بعد ما جهزنا خلاص الكيك، وطبعا مشغلين الفرن زي ما انا ما قلت لكم واحنا بنجهز. انا خلاص نضفت البلح بتاعي، وهنا الكراميل كمان اتكرمل، ونزلت عليه بمعلقة صغيرة مليانة من الزبدة وقلبتها كويس قوي زي ما انتم ما شايفين مع الكراميل. وهبتدي بقى اعمل ايه؟ هبتدي اخد البلح وهرصه بالشكل ده. انا هعمل طبقتين من البلح. تمام. هتشوفوا دلوقتي معايا. انا هعمل طبقتين من البلح عشان انا عايزه طبقه البلح تكون سميكه شويه. وعايزه اقول لكم خلت كيكه البلح حرفيا في حته تانية. انا على طول انا عملتها كتير جدا الكيكه دي، لكن اول مره ان انا اضاعف فيها كميه البلح كده، فعجبتني جدا جدا. وزي ما قلت لكم ان مقاس الصينيه 24. فخلال الفتره دي كده واحنا بنجهز الكيك مشغلين الفرن، الفرن ان يسخن. تمام كده. مشغلاه على درجة حرارة 180. لازم الفرن يكون سخن جدا. وطبعا الكيك جهزناه وعملناه كيكة خطيرة باللبن المغلي. وهبتدي دلوقتي بعد ما هرص كمية البلح كلها هضيف برضو دور تاني فوق الدور ده. ضفنا بس على الكراميل معلقة زبدة كده صغيرة. هنا بقى بعد ما خلصت خلاص رص البلح كله هضيف بقى خليط الكيك زي ما انتم ما شايفين. تحفة تحفة ما شاء الله. شايفين الجمال؟ هبتدي بقى اساوي الكيك بس بالشكل ده، واخبط الصينية خبطتين وهتبقى جاهزة معايا. هبتدي بقى اني انا دلوقتي ادخلها الفرن. هتقعد معايا تقريبا 25 دقيقة. طلعت معايا بالجمال ده. اختبرت الكيكة بالستيكس عادي. تمام. اول مجرد ما طلعت نظيفة ما فيش فيها اي يعني اي بواقي كده من الكيك، فكده خلاص دي كده الكيكة بتاعتي استوت ومظبوطة. طبعا الكيكة بتتقلب وهي سخنة. تمام. انا بقى دلوقتي قلبتها على طول في السيرفيس اللي انا هقدم فيه. هبتدي بقى اشيل الصينيه كده بالراحه. شايفين الجمال؟ تحفه. طعمها خطير. البلح متكرمل، طعمه حلو قوي. الكيكه حلوه قوي وطريه وهشه. عايزه اقول لكم ان بصراحه الكيكه دي في حته تانية، في منتهى الجمال. بتمنى تجربوا الكيك ده لاني بصراحه لذيذ جدا ومن الكيكات الحلوه قوي. شايفين الجمال؟ تعالوا بقى ندوق. مش قادرة اقول لكم على جمال طعمها وجمال الكيكة. حكاية يا جماعة. وبكده تكون خلصت وصفة النهاردة. بتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وعجبتكم الطريقة. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير عشان الكل يستفيد. باي باي. وانتظروني ان شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة.